يبدو مرتاحا ويبدو في مأمن من المخاطر ومن المفاجآت ويبدو قويا بما يكفي لكي يسجل الهدف الثاني بروعة. نعم، الهدف الثاني لبرشلونة من سيسك فابريغاس الرائع، لاعب رائع آخر ينضم هذا الموسم إلى كوكب النجوم. وأنا أعتقد بأن سيسك فابريغاس هذا في السنوات القليلة القادمة في ظرف سنتين أو ثلاثة إن لم يكن الآن سيكون من أفضل 5 لاعبين في العالم. لاعب رائع، لاعب يعرف كيف يصل للشباك، كيف يسجل، كيف إضافة إلى ذلك كيف يمرر ويصنع الكرات. إذا في ظرف 4 دقائق سيسك فابريغاس يفعل كل شيء، يسجل هدفين ويتلقى بطاقة صفراء أيضا. لاحظوا كيف بدأت الهجمة هنا من جانب كارلوس بويول، ثم تشافي، دائما تشافي، ثم سيسك فابريغاس يرفعها عالية من فوق الحارس، تشيب لوب في المقص الأيمن في الشباك. هدف ثاني للبرسا في الدقيقة 18 ودائما الإمضاء لفابريغاس. إذا من يحتاج ميسي؟ إذا كان فابريغاس موجود وإذا كان تشافي موجود فالأخير يمرر والأول يسجل وغوارديولا يوجه وبرشلونة يمتع.